عايزة أكلمكم النهاردة عن خطوات مهمة قوي لصحة شعرنا. حبيت أجمعها في فيديو واحد على أساس نمشي خطوة خطوة ونشوف احنا المشكلة عندنا فين. خدوا بالكم إن شعرنا بجد بيكون انعكاس لصحتنا ولحالتنا النفسية. التغذية يعني خضار وبروتين. الشعر علشان يبقى صحي وينمو ويبقى تقيل وكل اللي انتوا عايزينه محتاج فيتامينز. نقطة التحاليل ليه؟ لأن لو أنا عندي أي مشكلة مهما عملت هيفضل شعري متأثر. خلينا متفقين ان احنا كل ما قللنا عدد مرات غسيل الشعر كل ما هتلاقوا شعركم فعلا احسن. الشامبو وهو بيجي على اطراف الشعر بينشفها قوي، انا مش عايزه اطراف الشعر انها تنشف. كمان مهم كده التريك بتاعه الشامبو اللي فيه سلفيت واللي ما فيش فيه سلفيت. السلفيت هي حاجه هتغسل الشعر جامد جدا، هتنضفه جامد جدا. نقطه كمان بقى في الكونديشنر، ان ضروري بعد الشامبو نعمل كونديشنر، دي حاجه مهمه جدا ومش رفاهية ومش لازم نعملها، لازم نعملها.